في سنة 1835 ضغط شيوخ الأزهر على محمد علي باشا علشان ينهي مهنة الرقص، فأمر محمد علي باشا بنفي الراقصات خارج القاهرة، وتم نفيهم إلى الصعيد مصر، وتم تهديدهم بإن أي راقصة هتفضل في القاهرة أو تشتغل أو تمارس مهنة الرقص هيتم وضعها في شوال وإلقائها في مياه النيل. ومن هنا ظهرت مهنة جديدة، مهنة يمتهنها الرجال، وهي مهنة الرقص. وزي ما تشوف في الصور قدامكم ده منظر الرجالة اللي كانت بتمتهن المهنة دي، وتم تسميتهم بكلمة الخوال. الرجال دول كانوا يا إما عبيد يا إما من خارج القطر المصري. المهم كانوا بيلبسوا اللبس ده، لبس شبيه بالراقصات، وكانوا بيمارسوا المهنة دي لغاية ما جت سنة 1900 وانتهت المهنة دي للأبد. لكن ظل لقب الخوال اللي تم تحريفه بعد ذلك إلى اللقب اللي مصر كلها عارفاه. اللقب ده كان لقب مهين وما زال بيستخدم لغاية النهاردة، بيتم وصف بيه الرجل اللي تصرف تصرفات مش كويسة وغير مقبولة تماما. وعشان يجي النهاردة الأستاذ محمد يلبس نفس اللبس ويطلع في حفلة كبيرة في أمريكا ويشيل علم مصر وهو لابس اللبس ده، ويصدر صورة خارج مصر على مستوى العالم كله وهو لابس اللبس اللي كان بيلبسه الرجال اللي اشتغلوا شغلة الراقصات سنة 1835. وللأسف اللي حصل ده غير مقبول، ومفيش حد في مصر كلها ولا الوطن العربي هيقبله. عيب اللي انت عملته، المفروض تطلع تعتذر للشعب المصري واحد واحد. اللي انت عملته إهانة للشعب المصري كله، والمفروض تتحاسب عليه.